كلمتين كده دردشة في في خاتمة الكورس ده، أو يعني الحاجة اللي حابب أكد عليها في كل مرة، إن أنت لازم حتما ولا بد تعمل معرض أعمال ليك. كنت كلمت فيديو قبل كده عن موقع اسمه بيهانس. لو تاخد بالك هنا، ده البيهانس بتاعي أنا، ده البيرسونال بيهانس بتاعي. في كل شغلي من ساعة بدايتي، في كل الحاجات اللي عملتها، سواء شغل مطلوب مني أو شغل أنا كنت بجرب بنفسي أو أيا كان، علشان اولا يكون معرض الاعمال بتاعي لو حد طلب مني شغل يشوفوا ايه هو، بدل ما ابعتهم له صور او الكلام ده كله وجاته تروح في داهيه. او ان انت اللي يخش يتفرج يشوف مدى التطور بتاعك. يعني مثلا ابسط حاجه، ده اول ديزاين انا عملته خالص، اول ديزاين خالص انا عملته. لو حد دخل شاف ده بعد كده طلع لفوق خالص، لان بعد كده مستوى وصل لده. اظن لا، في فرق في التطور، في ان هو يعني مش على نفس المستوى، لا هو الشخص ده بيتطور. فده ماشي، ده جميل وكويس وكل حاجه. فدي اول حاجه. تاني حاجة، لازم تجرب بإيدك، لازم تجرب بإيدك كذا حاجة، لازم تجرب بإيدك كل حاجة يعتبر. شوف انت حابب أو شغفك رايح لأنهي مجال، ولازم تجرب فيه. عندك بيهانس، لو جيت مثلا جبت كده الصفحة الرئيسية، هتلاقي كمية ديزاينات في أي مجال انت عايزه. وعندك برضه موقع بينترست. الموقعين دول من أكتر المواقع اللي أنا باخد منهم تغذية بصرية، عشان أعرف أعمل ديزاينات ازاي، أو يعني عشان أعرف زي ما بيقولوا ايه، تملي عينك كده. ف ما تيأس، وجرب كتير، وخليك لو عطلت في حاجة اسألني، عطلت في حاجة اسأل يوتيوب. اللي هو فاهم، مش عشان حاجة وقفت معاك فخلاص انا هوقف. وخليك دايما اول باول ابديتد مع الحاجات اللي بتنزل في فوتوشوب جديد. لو انت مشترك في ادوبي لازم تشوف الفيتشرز اللي بتنزل جديدة، او حتى تكون عارفها، تشوف المجال ده رايح لفين، او عامة تكون متطور بس شوية بشوية. وبس. يعني كل اللي بقولك انت حاول ما تبطلش، وما توقفش. انت يعني ما تقعدش فترة كبيرة من غير ما تجرب. حاول كده تحط مثلا يوم في الأسبوع أو كل يوم حتى، إن أنت ليك وقت كده معين، ساعة ساعتين. أنا الساعة ساعتين دول بتوع فوتوشوب أنا هجرب فيهم، هشتغل، هعمل ديزاين جديد، هطبق على حاجة جديدة، هشوف دروس مثلا على اليوتيوب. أنا ساعات بخش على اليوتيوب بكتب فوتوشوب توتوريال مثلا، أجرب حاجات أنا عايز أجربها في الأول. كل الكلام ده برضو بيساعدك وبينميك بطريقة أنت مش واخد بالك منها. وبس. ده يعتبر كان كل الموضوع اللي حبيت برضو أوصله لك، أنت تكون مهتم بحاجة زي دي، وتكون أنت حاطط هدف قدامك انت عايز تطور من نفسك، مش مجرد بعمل كده كمجرد تقليد وخلاص. بس اهم حاجه، ما تنساش تعمل لي فولو، احنا 102 فولور على البيهانس، فيعني عيبه الصراحه. فهسيب لك لينك البيهانس تحت في الديسكربشن. ولو احتجت اي اسئله في اي حاجه في الكورس او بره الكورس او في المجال ده عامه، فانا موجود معاك على انستجرام، موجود معاك على فيسبوك، موجود على البيج بتاعتي وعلى البروفايل بتاعي وكومنتات اليوتيوب. كل الاماكن دي تقدر توصل لي عليها، واقدر ارد عليك في اقرب وقت ممكن. اشوفك الفيديو اللي جاي.